السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على رسول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. النهاردة جايبه لكم خلطة هايلة جدا للفراخ. الفراخ كده عمر 20 يوم، لازم نزود لهم خلطات ووصفات ونهتم بيهم جدا عشان السموم بتزيد عليهم في الفترة دي وبتبتدي تهاجمهم، بتبتدي نلاحظ إسهالات، بتبتدي نلاحظ خنفرة. طبعا كل ما الوزن بيزيد كل ما الجهد بتاع الفراخ بيقل، فلازم نتابعهم بالوصفات والخلطات طول الوقت سواء في الميه او في العلف. النهارده جايبه لكم وصفه حلوه جدا مكونه من 3 مكونات سهلين وموجودين في البيت. اول مكون فيهم وهو السمسم. طيب السمسم ده ماله؟ السمسم ده اضافه ممتازه جدا ومغذي جدا للفراخ. هو عامل طبيعي لزياده الوزن، بيزود جدا الوزن بشكل رهيب سواء الفراخ والبني ادمين يا جماعه الاثنين. فمحدش ياكل طحينه كتير وحلاوه كتير عشان مليانه سمسم. المهم، هو بيحتوي على دهون صحية وبروتين وبيقوي مناعة الفراخ. فبيمنع عنهم ايه بقى؟ بيمنع الكساح ولين العظام، علشان هو بيحتوي على كالسيوم وفوسفور ومغنيسيوم، فبيديهم طاقة ونشاط، وبيزود كمان من اقبالهم على العلف. طيب، دي اول حاجة السمسم. طيب تاني حاجة الكزبرة، وتالت حاجة الكركم. هنقول الكزبرة بتعمل ايه. قلتها طبعا في فيديوهات كتير قبل كده وبقولها لكم تاني. الكزبره برضو اضافه ممتازه جدا وامنه جدا للفراخ، محدش يقلق منها. تحطيها حصى، تحطيها مطحونه، ايا كان اللي موجود عندك في البيت يعني، بس طبعا الحصى افضل. هي مضاد طبيعي للاسهال، رافع مناعه ومحفز للشهيه جدا، وبيزود الوزن بطريقه حلوه قوي. ليه بقى؟ لانها بتحسن من كفاءه الهضم. فلما الهضم الفراخ بتهضم كويس، فطبعا ده بيزود معاها الوزن والعلف بيفيد فيها. هي كمان مضاد للميكروبات اللي بتعمل على تطهير الامعاء. فبتطهر، يعني هي مضاد للميكروبات وبتطهر الامعاء من اي فيروسات ومن اي طفيلات موجوده فيها. ممكن نستخدمها من عمر 5 ايام. طيب دي تاني مكون. تالت مكون هو الكركم. الكركم ده عباره عن صيدليه متكامله طبيعيه، مهم جدا للفراخ وللبني ادمين برضو يا جماعه. فهو رافع مناعه قوي جدا، مضاد للسموم، محفز للنمو بزياده الوزن وتحسين الهضم. طبعا زي ما قلنا الهضم متحسن، العلف بيفيد مع الفراخ جامد. طيب نستعمله ازاي؟ نستعمله نص معلقه صغيره لكل كيلو علف من عمر يومين حتى نهايه الدوره. وممكن كمان نص معلقه صغيره على الميه بتاعت الفراخ. في كلتا الحالتين سواء علف او ميه، اي حاجه الاريح ليكي اعمليه. المهم انك تحط لهم الكركم. هو بيحمي من الاسهال والالتهابات الجهاز الهضمي، كمان بيقلل الاجهاد الحراري وده مهم جدا في الصيف. كمان بيساعد في معدل رفع النمو بتاعت الفراخ، عشان هو مطهر معوي وقاتل للديدان. بينظف امعاء الطائر من الطفيليات، وكمان بيحمي الكبد من السموم الفطريه. السموم الفطريه دي مليانه في العلف، شديده جدا في العلف بالذات في المرحله الثانيه من العلف. طبعا انت لما تجيبي ال3 مكونات دول مع بعض، السمسم والكزبره ايه الكركم، ال3 مع بعض فايده عظيمه جدا للفراخ في العمر ده. العمر الكبير محتاج وصفات، محتاج خلطات، محتاج تتابعيهم بمضاد سموم. ان شاء الله استنوني في الفيديوهات اللي جايه، هجيب لكم مضاد سموم قوي جدا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ويكون الخلطه بتاعت النهارده سهله وبسيطه عليكم وعجبتكم كمان. بس عندي سؤال لكم كمشاهديني ومتابعيني يا حبايبي، انتوا ليه ما بتعملوش لايك يا جماعه؟ ليه ما بترفعوش الفيديو بلايك؟ لو مش بيعجبكم الفيديوهات خلاص مفيش مشكله، بس بدل اللي بتعجبكم اعملوا لي لايك. انا بلاقي فيه مشاهدات حلوه جدا وما شاء الله عليكم، بس مفيش لايكات. اعملوا لايك، اعملوا مشاركه، مش عايزين تعملوا مشاركه مفيش مشكله، المهم اللايك اهم حاجه، بيرفع الفيديو يا جماعه وبقى فايده ليا جدا علشان قناتي تكبر. ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، والسلام عليكم ودمتم بالف خير.